السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر لكم هاد الحلوه ديال الزمن الجميل. يعني كاملين بينا في ايامات الطفوله كنا كنتذكروا هاد الحلوه هادي. ما كايناش دار مغربيه ما كتكونش فيها هاد الحلوه هادي. نتمنى انكم تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبورطاجيهم مع الحباب ديالكم والاصحاب ديالكم. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهاد الحلوه هذه كنحتاج ليها 3 البيضات، نصف كاس سكر، نصف كاس ديال الزيت، واحد خميره الحلوه، واحد فاني، عبسه ملح، قشور ديال حامضه وحده اولا برتقاله، والطحين على حسب الخليط. بالنسبه للكاس انا عبرت بكاس ديال العنبه، يعني هذا بحالو بحال كاس ديال العنبه. بسم الله على بركه الله. كناخذ قصعه غادي ندير فيها البيض، غادي نزيد السكر، غادي نخدم هذا البيض مع السكر مزيان حتى يذوب ليا السكر. غادي نضيف فاني ثم عبسه ملح. غادي نخلط هذا الفاني مع البيض، كنزيدو الزيت، ثم كنزيدو قشور حامضه. صافي غنخلط الزيت مع البيض عاوتاني. صافي كنزيدو الفرص، كنبقاو نزيدو الفرص بشويه بشويه. غادي ندير الخميره، صافي وكنبقى ندخل هاد الطحين مع هاد العناصر. صافي وكتبقاو تزيدوا الطحين بشويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه. صافي انا كنبقى بحال هكا مره كنزيد الطحين حتى كتجمع ليا العجينه، وبلا ما تعجنوا البنات، غير بقاو تدخلوا ليها الطحين بلا ما تعجنوها، لان ما خصهاش يتعجن. صافي البنات، ها هي العجينه من بعد ما جمعتها. خديت هنا العجينه قسمتها على جوج. غادي نرش طاوله العمل بشويه ديال الطحين. صافي وغنسرح هاد العجينه هادي.
البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما سرحت العجينه السمك ديالها ما كيكون غليظ ما كيكون رقيق، يعني بين وبين، ما تكونش عاوتاني غليظه لان مازال كتنفخ. كناخذ شي قطعه، انا عندي بحال هذه اللي فيها عده اشكال، كنورك عليها بحال هكا. كنجي عاوتاني جهه اخرى، كنورك عليها نيت باش تقطع ليا مزيان، باش يبقاو محتفظين بالشكل ديالهم. وكنحاول نحركها بحال هكا. صافي البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه كتسهل علينا الخدمه بزاف، ولكن انا كنشوف عندكم كتستعملوا غير القطاعات العاديات. صافي هانتوما اشكال متنوعه. الصراحه هاد الحلوه هذه كتعجب الدراري الصغار بزاف، لان فيها هاد غتشوفوا هذا سميتو هاد الحيوانات، وفيها هاد القليبات، فيها اشكال متنوعه، يعني كيحماقوا عليها الدراري الصغار. صافي انا غادي نديرهم في الطاوه مدهونه بالزيت، ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا الباقي. صافي انا سرحت عاوتاني العجينه المره الثانيه. كناخذ قطاعه مختلفه، ها هي البنات القطاعه اللي قطعت بها في الاول. دابا كنقطع عاوتاني بهذه اخرى. دائما كيخصني نورك عليها مزيان باش الشكل ديالهم ما يخسرش. صافي من بعد ما قطعتهم كنهزهم عاوتاني بحال هكا. هانتوما البنات شوفوا اشكال ديالهم زوينين، يعني كيعجبوا الدراري صغار. كاينه هذه بنيته، هذه بقره، هانتوما شوفوا هذا ما عرفت شنو هو. مهم كاينين عده اشكال متنوعه. مهم انا غنبقى بحال هكا ونكمل العجينه اللي عندي كامله، ومن بعد نرجع لكم. في ملي كملت الحلوه ديالي كناخذ اصفر بيضه، كندير ليه شويه ديال الخل وكنخلطو مزيان، وغندهن به هذه الحلوه هذا. صافي ومن بعد نديه للفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. نتمنى انكم تجربوها، لان فعلا البنات كتجي زوينه، وكيف ما شفتوا معايا راه اقتصاديه بزاف وكتخرج كميه كثيره. وكتجي هشيشه البنات، يعني انها كتجي هشيشه. نتوما كتجي البنات هشيشه. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك، واللي مازال ما مشتركش في القناه يضغط على الزر الاحمر ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.